مرحبا. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي بزاف الناس تيقولوا لي علاش ما تتهضرش عليه، خاصة من بعد واحد المداخلة ديالي كنت درتها في قناة ام 24 ودويت فيها على الضعف ديال الاقتصاد الجزائري، وكان فيها واحد الردود ديال سواء مغاربة سواء جزائري اللي قال لك لا وخصك تهضر على الاقتصاد المغربي وتهضر على المديونية الخارجية ديال المغرب. اولا غير باش نقول واحد مسألة بسيطة لهاد الاخوان والاخوات، خاصة الاخوان والاخوات في الجزائر. اولا احنا في المغرب راه عندنا حريه كبيره ونقدروا نناقشوا الاقتصاد ديالنا بدون عقاد وبكل حريه، ونقولوا الاشكاليات اللي فيه والنواقص اللي فيه ما كيطرحش لنا اشكال نهائيا. واننا نقولوا بان كاينه مديونيه خارجيه هذه حقيقه ثابته في المغرب، ما تنكروش ليها وما كنقولوش ما كايناش، ولكن راه ماشي هو هذا السؤال الحقيقي. بحيث ملي كنبغي ندوي في مسألة اللي اقتصادية كان خصني نطرح السؤال الحقيقي والسؤال الصحيح، ما نطرحش السؤال الخاطئ وما نوقفش عند ويل للمصلين. المديونية الخارجية ديال المغرب هي 65 مليار ديال الدولار، هذه هي المديونية الخارجية ديال المغرب. ولكن علاش السؤال الحقيقي علاش المغرب كيمشي للمديونية الخارجية وعلاش كيمشي يستاذن من الخارج؟ الجواب بكل بساطة، أولا الاقتصاد المغربي، المغرب كمغرب ماشي بلد اللي عنده بترول، ماشي بلد اللي عنده غاز، ماشي بحال الجزائر اللي يحفظ الله هاد البلد والشعب ديالو بهاد الخيرات. المغرب ما فيش بترول ما فيش غاز، ولكن المغرب في أهم من هاد الجوج، هو في اقتصاد دينامي، اقتصاد متعدد، اقتصاد حيوي، اقتصاد ما كيعتمدش على حاجة واحدة، اقتصاد متنوع ومتعدد. المغرب باش يبني الاقتصاد ديالو خصو تمويل، خصو فلوس. هاد الفلوس من يجيبهم؟ يجيبهم سواء من انه يستاذن داخليا او لا يستاذن خارجيا. يستاذن داخليا بما معناه انه يدير سندات الخزينه ويبيعهم داخليا اللي هما قروض داخليه، او لا يبدا يطبع في الفلوس لا بلونشابيي. وهاد الطرح ديال لا بلونشابيي تيعني بان الاقتصاد ديالك غيولي غير موطوق غير شفاف، لان العمله غير كتطبع، وهذا الشيء ما غيجيبش لك مستثمرين، ما غيجيبش لك استثمارات خارجيه، وما يعطيكش الثقه ديال المنظمه الدولي وخاصه في الشق الاقتصادي. وهذا الشيء اللي كديروا الجزائر كتستثمر الدين الداخلي في الدين الداخلي عبر اطلاق سندات الخزينه حتى غرق البلد بهذه سندات الخزينه، وكذلك انها كتطبع الفلوس بدون حاسب وبدون رقيب، مما جعل منها واحد الفاعل اقتصادي غير موثوق به على الصعيد الدولي. بالتالي هذه الاستدانه اللي جاب المغرب شنو دار بها المغرب راه ماشي كان كيستاذن او لا تيستاذن على المستوى الخارجي باش يخلص الموظفين لان ما عندوش باش يخلص الموظفين، او لا باش يفك مشاكل اجتماعيه، ماشي هو هذا، ولا باش يدعم مجموعه من القطاعات الاقتصاديه الاجتماعيه. لا، المغرب كان كيستاذن باش يدير استثمارات، باش يدير بنيه تحتيه، وهذا الشيء اللي تحقق من خلال النتائج. حيت اليوم الا بغينا ندويو على الاقتصاد المغربي وندويو على الاستدانه الخارجيه ديال المغرب، ندويو كذلك بالمقارنه بها اشنو داير بهذه الاستدانه. هذا هو الطرح الصحيح وهذا هو النقاش الحقيقي، ماشي النقاش هو ولا وانتم عندكم مديونيه خارجيه. عندنا مديونيه خارجيه، ولكن شنو لا رونطابيليتي، شنو عطاتنا هذه المديونيه الخارجيه؟ حيت مثلا ملي كنبغي ندير شي مشروع وما عنديش الامكانيات ديالو تنمشي نتسلف. هذاك السلف اللي تسلفت ماشي كناكلو، كندير به المشروع باش ينجح داك المشروع ونخلص الدين اللي عليا اللي خديت، داك الكريدي اللي خديت، وكيبقى عندي المشروع اللي كيولي عندي رونطابل وكيطورني وكيزيد بيا اجتماعيا واقتصاديا ومجموعه من الاشياء الاخرى. نفس الشكل في المغرب لما تيستاذن دوليا ما تيوجهاش اجتماعيا، ما تيوجهاش لحل المشاكل الاجتماعيه ديالو او باش يخلص الموظفين ديالو او لا هاد العوامل اللي مرتبطه بالشق الاجتماعي، لا كيوجهها في المجال اللي هو مجال استثماري محض. هذا الشيء شنو عطى انه المغرب كان في سنه 1999 الناتج الداخلي الخام ديالو هو 42 مليار ديال الدولار. اليوم
134 مليار ديال الدولار هي قيمه الناتج الداخلي الخام، بمعنى ان الناتج الداخلي الخام ديال المغرب تضاعف 3 المرات. هذه واحد. جوج، الشبكه الطرقيه ديال المغرب في 99 كانت ما كتجاوزش طرق السياره في المغرب، يعني لي زوطوروت ما كانوش كيتجاوزوا 200 كيلومتر. اليوم حنا عندنا 1800 كيلومتر ديال طرق السياره. اليوم المغرب عنده 39 ميناء، منها 13 ميناء منفتح على التجاره الدوليه. هادشي ما كاينش في شمال افريقيا، كاين غير في المغرب. من بينها اكبر ميناء على مستوى ضفتي البحر الابيض المتوسط، اللي عنده ارتباط مع اكثر من 187 ميناء على المستوى الدولي. المغرب اليوم عنده اكثر من 16 مطار دولي. ملي كنقول المطار دولي يعني منفتح على جميع شركات الطيران العالميه، وعنده ربط ديال الطيران مع جميع المطارات ديال العالم. هادشي ما كاينش في شمال افريقيا، كاين في المغرب فقط. المغرب كذلك عنده اكبر بنيه ديال اللوجيستيك في الشمال ديال افريقيا. المغرب كذلك هو البلد الاول على المستوى الافريقي من ناحيه جذب الاستثمارات الخارجيه. المغرب كذلك هو القوه الصناعيه الثانيه على مستوى الافريقي. بالتالي النموذج المغربي هو نموذج ناجح اقتصاديا، نموذج اللي يعطى واحد المجموعه ديال النتائج على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى البنيه التحتيه وعلى مستوى التاهيل ديال البلد، واللي خلى المغرب اليوم من الناحيه الاقتصاديه قادر انه يسدد هذه المديونيه الخارجيه ديالو، وقادر انه يكسب الثقه ديال الشركاء الدوليين. نعطيكم انا مثال بسيط. السنه المغرب قرر انه يخرج للسوق الدوليه من اجل الاستدامه، عرض 2 مليار ونص ديال السندات. جاه من الرغبه ديال المستثمرين اللي بغاو يستثمروا في السندات المغربيه ما يفوق 6 مليار ديال الدولار. بمعنى انا كنت باغي 2.5 ديال المليار ديال الدولار، جاوني الناس اللي عبروا على الرغبه ديالهم باش يشريو السندات المغربيه اكثر من 6 مليار ديال الدولار. هذا شنو كيعني بان المستثمرين الخارجيين وبان الفاعلين الاقتصاديين على المستوى الدولي كيثيقوا في الاقتصاد المغربي، لانه اقتصاد سليم، اقتصاد قائم على اسس اللي هي اسس صحيحه. هذه هي الحقيقه. بعكس الجزائر واحد الدوله اللي عندها بترول، اللي عندها غاز، ولكن للاسف الاقتصاد ديالها ما فيش تنوع، ما فيش تعدد، كيعتمد بشكل ريعي على هاد 2 ديال المداخل ديال هاد الموارد الطبيعيه، وتيوظفها في 2 ديال الاشياء: في الدعم الاجتماعي، وتيوظفها كذلك في الانفاق العمومي. هذا الانفاق العمومي اللي العسكر من خلال الميزانيه اللي كتعتبر اضخم ميزانيه في تاريخ الجزائر ديال هذه السنه 98 مليار، عنده الميزانيه ديال العسكر 22 مليار ديال الدولار، و42 مليار ديال الدولار عجز. غيمولوا الميزانيه ديالهم بعجز ديال 42 مليار. منين يجيبوه؟ من السوق الداخليه اللي غرقوها بهاد السندات ديال الخزينه، ومن كذلك لا بلونشابيليتي. طبعا هادشي شنو غيؤدي ان الاقتصاد الجزائري غادي يدخل للانهيار، وما غيبقى لا دعم اجتماعي، لا انفاق عمومي، لا شيء. هذه حقيقه. الجزائر لازم انها تقوم باصلاحات اقتصاديه على الاقتصاد ديالها. هذه مساله حقيقيه. ما يمكنش النظام العسكري يبقى غادي بهذا الشكل. هذه هي الحقيقه. ماشي تنقولوا هذه الحقيقه باش نشدوا في اخواننا الجزائريين او لا نضحكوا عليهم، لا، تنقولوا هذا الشيء لان هذه هي الحقيقه الاقتصاديه اللي كاينه. انا عندي رساله للاخوه والاخوات الجزائريين: راه العدو الوحيد ديالكم ماشي هما الشعب المغربي نهائيا. نحن الاقرب لكم ثقافيا، ونحن الاقرب لكم حضاريا ودينيا ولغويا واللي بغيتي، وانتم الاقرب الينا. ولكن راه العدو ديالكم الحقيقي الذي آذى الجزائر اقتصاديا وثقافيا وسياسيا وقتل الشعب الجزائري، قتل أكثر من 500 ألف مواطن ومواطنة جزائرية، راه هو النظام العسكري. راه هذا النظام العسكري راه هو اللي استخسر فيكم حتى النتائج ديال الانتخابات الديمقراطية ونقالب عليها باش يبقى في السلطة، وقتل 500,000 جزائري. هذا هو العدو الوحيد والحقيقي ديال الشعب الجزائري.